اتأخرت يا نافع. يا فندم احنا ميعادنا الساعة 12. 12 ده بتوقيت حيفا، يعني 11 بتوقيت باريس. على العموم لسه قدامنا 10 دقايق. يلا اعمل لنا قهوة يا محمود. حاضر يا فندم. محمود شاي بعد إذنك. كهرباء فين يا فندم؟ قدامك اهي. في 14 بدأ الإرسال يا فندم. الرسالة كده خلصت يا فندم. ابعت له رسالة بعلم الوصول وخليه يستنى الرد. تمام يا فندم. ايه الأخبار يا سيد يوسف؟ الرسالة بتقول ايه؟ بتقول اللحم المحفوظ جاهز واتخزن في الثلاجة. هايل يا فندم. نافع، ابعت له رد على رسالته، قول له فيه ان المواصلة الجاية هتبقى يوم 1 في الشهر الجاي الساعة 9 بالليل بتوقيت حيفا، وإنها مبعوثة لفي 33. تمام يا فندم. وأنت يا محمود اتصل بالسيد عادل وقول له يحجز لي بكرة على أول طيارة طالعة على مصر. صالح. ايوه يا دون ابل. عربية مين دي؟ دي عربية سلومي وهي من الصبح هنا. عابد، تعالى شوف مين جاي يزورنا النهارده. اهلا يا سلومي. الحمد لله على السلامة قاعد. طنط كانت لسه بتقولي انك رجعت من فرنسا من كام يوم. وحشتني. وانت كمان وحشاني. حلوه قوي عربيتك اللي بره دي، تحفه. ميرسي. جوزي جابها لي من اسبوع. ايه ده؟ اتجوزتي خلاص؟ وعايشة مع جابي في حيفا من ساعة ما اتجوزت. النهارده جيت ازور ماما، قلت بالمرة اعدي على طنط ايفيت وطنط كلير. يا دوب امشي انا بقى علشان الحق اروح حيفا، زمان جابي قرب يخلص شغله وراجع على البيت. عابد، ممكن توصل الحاجات اللي بره دي لسلومي في العربيه؟ طبعا عيني. ما كانش في داعي لكل ده يا طنط. يا حبيبتي الخير كتير، وبعدين دي شويه فاكهه علشانك انت وجوزك، ممكن تسلمي عليه؟ حاضر يا طنط، شالوم بقى. باي كلير. باي. au revoir ma petite. اتفضل. ايه ده؟ عربيتك دي قبل؟ عربيتي عجبتك. بصراحة قوي. واضح ان الشغل مش معاك كويس قوي. بقيت راجل غني. يعني مش قوي كده. انا محظوظة قوي ان انا شفتك النهارده. اصلك وحشتني قوي. وانت كمان وحشاني. قولي لي، مبسوطه مع جوزك؟ جابي مش مخليني محتاجة حاجة. مكفيني من كل حاجة. كل حاجه؟ يعني عايشين في فيلا جميلة قوي في حيفا، واخد شاليه حلو قوي في ايلات. اصلهم بيقولوا ان ايلات بقت مصيف حلو قوي. مصيف ومشتى ودومي سيزون، كل حاجة. عارف أبد، حقيقتك مرة تبقى تيجي تتفرج عليها، هتعجبك قوي. اكيد هتعجبني. الكارت ده فيه نمر تليفوناتي كلها، وعنواني هنا في حيفا. أي وقت تحب تشوفني، ليل نهار، كلمني على طول. أنا معظم الوقت فاضية، صاحية ولوحدي. شالوم. ايوه يا فندم، فعلا يا فندم.
الطيارة هبطت مطار الجزائر يا فندم. أفرجوا عن بعض الركاب. طبعا يا فندم، هبلغ سعادتك بالتطورات أول بأول. حاضر يا فندم، مع ألف سلامة. مع السلامة يا فندم. أهلا يا يوسف، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فندم. وصلت إمتى؟ لسه واصل حالا. سمعت الأخبار؟ ايوه يا فندم، اول ما نزلت المطار عرفت ان الفلسطينيين خطفوا طياره اسرائيليه ونزلوا بيها مطار الجزائر. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هي اللي قامت بالعملية دي. أفرجوا عن كل الركاب الأجانب واحتفظوا بطاقم الطائرة والركاب الإسرائيليين. اقعد يا يوسف. لكن يا فندم، هم اعلنوا عن مطالبهم ولا لسه؟ بيطالبوا بالإفراج عن قيادات وعناصر من الجبهة مقبوض عليهم ومحبوسين في إسرائيل. قول لي، أخبارك إيه وأخبار باريس إيه؟ الحمد لله يا فندم، كله تمام. التدريب انتهى وعابد رجع اسرائيل واستقر في حيفا، ومستني مننا اول اتصال بعد اسبوعين الساعه 9 بالليل. لو نجح الاتصال ده باذن الله هيبقى جاهز للشغل. هايل يا يوسف. ده يا فندم تقرير عن كل اللي حصل وتم في الشهرين اللي فاتوا. ودي بعد اذن سيادتك شويه تقارير بعتها لسيادتك السيد عادل، وبيقول لك ان موضوع روما هينتهي قريب ان شاء الله. كويس. انت عارف ان الرئيس هيخطب الليله؟ طبعا يا فندم، ودي حاجه تفوتني برضه. طب انت هتروح ولا هتقعد معانا هنا؟ لا يا فندم، انا قاعد هنا. خلاص، يبقى نسمع الخطاب سوا. أيها الإخوة المواطنون، احنا كنا ندرك منذ البداية ونحن نجرب طريق الحل السياسي أن ذلك الطريق طريق صعب مفروش بالأشواك، لأن العدو أسكرته نشوة النصر، ونحن نعلم أن المبدأ القائل بأن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بغير القوة مبدأ سليم وصحيح في كل الظروف. هناك التزام مبدئي أساسي، مسألة حياة أو موت، وهو تحرير الأرض شبرا. ده نصر. طب قفلته ليه؟ افتحوا. الحرب في طلب الحق مشروعة، ولكن لن ندع أي واحد يستفزنا. احنا اللي نقرر، واحنا اللي نجهز، واحنا اللي نرتب. وهذا الموضوع موضوع طويل يحتاج مننا إلى الصبر والصمود. نصبر ونصمد حتى نستطيع أن ننتصر، حتى نستطيع أن نتفوق، وبعد التفوق ننتصر. لكننا لم نعرف للحياة طعم ولا قيمة إلا بحرية كل شبر من الأرض العربية. ايه رأيك في خطاب الرئيس؟ ومعظم كلامه يا فندم كان بيدور حوالين بيان 30 مارس وتشكيل التنظيم الطليعي. لا، انت ما خدتش بالك ان كان في كلام كتير قوي مهم بين السطور. سمعته وهو بيقول ان مرحلة الصمود مرت، وان قدامنا دلوقتي مرحلة الردع، وبعدها مرحلة التحرير. دي إشارة قوية لخطة البلد في المرحلة اللي جاية، وده اللي لازم نستعد له. ردع يا فندم؟ بالظبط. احنا داخلين على حالة أقرب للحرب، بس مش حرب تقليدية. أمال إيه يا فندم؟ حرب عصابات؟ يعني ومش حرب عصابات. هما بيعتبروا إنهم وصلوا لحدود آمنة، مهمتنا دلوقتي إننا نولع الحدود دي، نقلبها جحيم بالنسبة لهم. أيوة يا فندم، بس هما كده مش هيسكتوا. أكيد، وردهم هيكون عنيف وقاسي، واحنا علينا إننا نكون مستعدين ليهم. الطريق الطويل بدأ يا يوسف،
والعبء علينا هيبقى تقيل قوي في المرحلة اللي جاية، واحنا لازم نكون جاهزين. هنكون جاهزين يا فندم، إن شاء الله هنكون جاهزين. صباح الخير يا قمر. بونجور قابض حبيبي، ايه اللي صحاك دلوقتي؟ ريحة القهوة اللي انت عاملاها صحتني من عز النوم. امال البيت فين؟ ايفات لسه نايمة، اطلع صحيها قبل ما اجهز بقية الفطار. حاضر. صباح الخير يا احلى ام. صباح الخير يا احلى ابن. دعيتيلي؟ طبعا دعيت لك، امال انا ليا حد غيرك عشان ادعي له؟ طب يلا تعالي، زمان الفطار جاهز. يلا. هتعمل ايه النهارده يا ابد؟ هنزل حفا شوية ومش عارف هرجع امتى الصراحة. هتشوف جاكوب؟ لا طبعا فوت عليه. طب عبد، هو انت قلت لجاكوب مش يجي هنا؟ جرايه يا طنط كلير، ايه اللي بتقوليه ده؟ معقول اقول لجوز خالتي حاجه زي كده؟ اما ليه هو مش يجي؟ ما هو قال لك يا كلير هيجي يقعد هنا يومين وفي حيفا يومين. ايوه بس هو بقاله دلوقتي يومين 3 4 يوم، النهارده 5 يوم. وحشك يا كلير؟ لا مش كده ايفات، لكن انا خايفه يكون جاكوب تعبان او حاجه. جاكوب لا تعبان ولا حاجه. امال ليه هو مش يجي؟ خلاص بقى يا كلير، عابد لما تشوفه قول له ان كلير بتقولك انك وحشتها قوي وعاوزه تشوفك. حاضر يا ماما، هجيبه النهارده غصب عني. نو عابد، لازم يجي بمزاجه بكيفه. ما هو انت لو حضرت لنا عشا بايديك الحلوين دول هيجي بمزاجه مش غصب عني. خلاص عابد، انا هحضر عشا. عابد لما تشوفه قول له يجيب لنا كرواسون باتيه عشان قرب يخلص. عينيا الاثنين يا ماما. مبسوطه كده يا طنط؟ قوي قوي يا عابد، ميرسي ميرسي بوكو. ازيك يا ليه؟ اعمل لي قهوه وسط. حاضر. هاي يا عابد، من زمان ما شفتكش. اصلي كنت مسافر ولسه راجع من كام يوم. ايليا قال انك كنتي في فرنسا واحنا افتكرنا انك هاجرتي عنك ومش راجع تاني. هو ممكن اعمل ده لو انت سبتي جوزك وجيتي معايا. اهو ده اللي انا باخده منك، كلامه بس. جربي وهتشوفي. انت اتجننت؟ ده ايليا كان يقتلني. جرى ايه يا شانة؟ مش تبطلي هزار مع ادون عابد وتشوفي طلبات بقية الزباين؟ يلا. مش قلت لك انه بيغير منك موت؟ شكرا. كنتوا بتضحكوا على ايه؟ لا ابدا، كنت بقول لها تيجوا معانا باريس. هو انت مسافر تاني؟ اصلا انا والعم اسحاق فتحنا مصنع حلويات والدنيا ماشيه معانا عالي العال. تتكلم جد ادون عابد؟ طبعا بتكلم جد. العم اسحاق عايش حياته والمصنع شغال زي الفل والفلوس بالكوم. انا قصدي على حكايه تاخدنا معاك باريس انا وشان. باريس؟ تيجوا باريس تعملوا ايه؟ اهو نشوف لنا اي حته حلوه نفتح فيها مطعم صغير ونعيش بقى بدل اللي احنا فيه ده.
انت ما سمعتش عن اللي حصل اليومين اللي فاتوا؟ ايه اللي حصل؟ المصريين عمالين يضربونا بالمدافع من الناحية التانية من قناة السويس، واحنا عمالين نرد عليهم، والدنيا باين عليها هتشل من تاني. بعد ما كنا فاكرين خلاص ناصر حيمشي بعد ما هزمناه وحنعيش في سلام، ما حدش هيقدر يهددنا بعد كده. لكن تقول لي مجانين واحنا اللي ممكن نروح في الرجلين. رجلين ايه بس؟ احنا فين وقناة السويس فين؟ والمخربين اللي عمالين يفجروا فينا في القدس وتل ابيب. البلاد دي خلاص أدون عابد، بقى خطر قوي الواحد يعيش فيها. ما تبالغش قوي يا ايليا، ما تبالغش. بقولك ايه يا ايليا، نتكلم بعدين. شالوم. الحساب أدون عابد. كرايه شانا، ما تخش تشوف شغلك ولا عابد ده خلاص لحس مخك. بقاله 3 يوم مش يجي، 4 يوم مش يجي، بكره هيبقى 5 يوم، لو قلنا يومين هيبقى 7. لما تعبتني. لا بجد كلير قالت كده؟ طبعا. كلير دي ما بقتش كلير اتغيرت من يوم ما عرفتك. اتغيرت ازاي يعني؟ رجعت للدنيا من تاني. اصلك ما شفتهاش لما جوزها توفى ورحنا جبناها من باريس انا وامي. يا سادتي حالتها كانت وحشه قوي، حاولت تنتحر مرتين. يا سلام، كانت بتحبه قوي للدرجه دي؟ لا مش حكايه حب، اصل احساسها بانها خلاص بقت وحيده، ما بقاش ليها لازمه في الحياه، وخصوصا انهم ما خلفوش. احساس الوحده ده احساس بشع. ايوه عارف يا عابد، انا عشت طول عمري وحيد. على الاقل هي عاشت لها كام سنه مع جوزها قبل ما يموت، يعني عاشت. لكن انا انت عمرك ما حبيت. زمان قوي. وايه اللي حصل؟ ظروف. عفرايم. ايوه يا خواجه. عارف الفرن اللي في وادي نسناس؟ ايوه عارفه يا خواجه. تروح جري تجيب لنا بقى كرواسون وباتيه وترجع على طول، ما تروحش كده ولا كده، فاهم؟ حالا يا خواجه. الجماعة مستنية مواصلة أول أغسطس الساعة 9 بالليل. طب من دلوقتي لغاية أول أغسطس مطلوب مني حاجة؟ بيقولوا لك جس نبض سوق الموالح. جسها ازاي يعني؟ يعني تسأل في المينا عن الأسعار، عن إجراءات التصدير، الرسوم. عايز نسأل في المينا؟ أيوة تسأل في المينا عشان تعينها من جوه. عايز نصور المينا من جوه؟ محدش جاب سيرة التصوير دي خالص. كل مطلوب منك انك تبقى معروف عند موظفين الجمارك كمصدر محتمل للبرتقان اليفاوي، وفي السكة بقى تجمع شوية معلومات اللي تقدر عليها عن المينا، عن الموظفين اللي هناك. والحاجات دي عايزني ابعتها لهم في اول مواصلة؟ لا، دي بقى هم اللي هيحددوها مش انا. وانت هتكون موجود معايا في اول مواصلة؟ عايزني اكون موجود؟ مش عارف، حسب التعليمات. والله التعليمات بتقول ان ممكن
احضر معاك اول مواصلة بس. طب وانت رأيك ايه؟ انا عايزك تعتمد على نفسك، ولو احتجت اي حاجة انا موجود. يبقى خلاص المواصلة دي هعملها لوحدي. وانا متأكد انك هتنجح. يلا قوم بقى اشتري شوية حاجات واروح على شقتك الجديدة عشان الناس تشوفك وتتعود عليك. ماشي. طب والحاجات اللي طلبتها من ابراهيم؟ لا ما تشيلش هم، انا هاخدها معايا وانا رايح المزرعة. اصل خالتك كلير وحشتني اوي. وانت كمان وحشتها يا انكل. طيب قوم بقى ونتقابل بالليل في المزرعة. يلا شالوم. 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 ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ انت اتجننت؟ ايوه انا اتجننت يا ادم. انا رجعت في كلامي ومش عايز اهاجر. ايوه بس انت لازم تهاجر. اهاجر ايه؟ وايه اسرائيل دي اللي عايزني اهاجر لها؟ دول شويه صهاينه متعصبين ومجانين. قال اسرائيل قال انا بحب مصر، انا اتولدت هنا وعشت طول عمري هنا، عايزني بعد كده اسيبها عشان شويه مجانين عايشين في الوهم؟ ايوه بس دي ارض المعاد، ارض اللبن والعسل. بلا لبن بلا عسل، ده عسل اسود. انا البلد دي مش هسيبها ابدا، دي بلدي. فاهم يعني ايه بلدي؟ واذا كانت بلدك هي اللي عاوزاك تهاجر، ايه اللي انت بتقوله ده يا ادم؟ اللي سمعته يا يعقوب. اسرائيل كشرت عن انيابها ودخلت حرب ضد مصر هي وفرنسا وانجلترا، واحنا عاوزين نعرف ايه اللي بيحصل هناك. احنا؟ انتوا مين؟ احنا المخابرات المصرية. يا نهار اسود، نيل 60 نيلة. المخابرات المصرية ومخبى عليا السنين دي كلها. وانا اللي كنت فاكرك صاحبي وزميل عمري واكتر من اخويا. لكن انا زيك بالظبط يا يعقوب، بحب البلد دي ومستعد اخدمها بعمري. يا ترى انت كمان مستعد؟ مستعد. 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 ايه اللي مطلوب مني؟ انك تهاجم اسرائيل وتكون عنا جواها، واحنا محضرين لك كل حاجه، من اول اسمك اللي هيكون جاكوب شالومو منسى، لحد المكان اللي انت هتشتغل فيه والبيت اللي هتسكن فيه. الله، ده انتوا مجهزين كل حاجه اهو. ايوه يا يعقوب، كل حاجه كل حاجه. وتاكد ان احنا هنكون جنبك وحواليك طول الوقت. وافق انت بس وسيب الباقي علينا. يا خواجه جاكوب. ايه يا ابراهيم؟ انا جبت كل الطلبات بس الفلوس ما كفتش فدفعت من معايا 3 لياط. طب حط الحاجات دي عندك وروح هات لي فنجان قهوه من عندي ايليا.
قهوة ايه بس يا خواجه؟ هو انت مش هتتغدى بقى؟ لا مش هتنيل اطفح. اجري يلا روح هات فنجان القهوه. طيب من يوم ما اتجوز وحاله اتشقلب، الراجل ده ما كانلوش في الجواز من اصله. يورا، ايه يا حبيبي؟ مالك؟ اتخضيت كده ليه؟ زي ما تكون شفت عفريت يعني. لا لا عفريت ولا حاجه ابدا، انت حبيبي. اتفضل اتفضل. نورت يا كيورا. ايه عجبتك؟ ايه اللي عجبتني؟ ايه يا ابني ده كله؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الباقي ده المنافع. ده مطبخ. ده الحمام. ايه يا ابني ده كله؟ شكلها لعبت معاك بجد. انت اكيد طبيت على بنك. بنك ايه؟ دي حاجات بسيطة يا جورة. بسيطة ازاي يعني؟ شقة في شارع برجيورة وبالشياكة دي كلها، ولا العربية اللي تحت كمان؟ مش العربية اللي تحت دي بتاعتك يا قابد؟ من فين العز ده كله؟ ما انت جيت باريس ورحت المصنع وشفت بنفسك. انت عايز تقنعني ان المصنع الكحيان ده بتاعك انت واسحاق رينا هو سبب العز ده كله؟ حظوظ بقى يا جيورة. انما انت كنت بتعمل ايه في باريس؟ ما قلتليش. شغل طبعا. ولا انت فاهم ان انت الوحيد اللي عندك شغل في باريس؟ لا تاخد بيرة ولا اعمل لك كاس ويسكي؟ لا خليها بيرة، عشان انا دلوقتي في فترة العمل الرسمي بتاعي، فبلاش الويسكي. بس انا ممكن ما ازعلكش واخد ازازة الويسكي معايا وابقى اشربها لما اخلص الشغل في صحتك. بس كده حالا.
ازازه ويسكي وازازه شامبانيا فرنساوي اخر جمال. توده منور منور يا جيورة. وادي البيرة. لا 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 لا، انا بحب اشربها من الازازه. اتفضل. لصحتك. ايوه كده تمام. حلو قوي. بس لما اجي اشيل البلاط ده عشان اخد الحاجه اللي جوه هشيله ازاي؟ من الركن اللي فوق ده. انا ما حطيتش عليه معجون. اي حاجه رفيعه، مفك، سكينه، تدخلها في الفتحه الصغيره دي وتشد لبره ويتفتح لك كنز علي بابا. طب وانبوبه الصمغ دي؟ لا، الانبوبه دي بقى هديه مني ليك، وقبل ما تخلص هجيب لك غيرها. ها، في حاجه تانية ناقصك؟ لا ما اظن. كتاب الشفره. الاساتذه نسيوا يدوني كتاب الشفره. يا ابني خضتني، افتكرت انهم نسيوا حاجه مهمه. كتاب الشفره ده يا حبيبي كتاب بتتفقوا عليه انتوا الاتنين. هما معاهم نسخه هناك وانت معاك نسخه هنا. طب الكتاب ده هعرفه ازاي؟ اجيبه منين؟ ما تقلقش، الكتاب ده عندي، بكره ولا بعده بالكتير هجيبهولك. في حاجه تانية؟ لا اظن كده الامور تمام. طب يلا بقى، روح اعمل لنا كوبايتين شاي وحضر لنا لقمه على ما انضف المكان هنا. حاضر يا عم جاكوب. ولد، ايه يا عم جاكوب دي؟ انا انكل جاكوب. انت ناسي ان انا متجوز خالتك؟ الله، واللي يجوز خالتي اقول له يا ايه؟ اقول له يا جاكوب. زي بعض. شوف يا عبد، مفيش واحد في الدنيا من اللي بيشتغل شغلانتنا دي الا ولازم يعرف يعمل كل حاجه بايديه. كل حاجه. يعني على فرض انا ما كنتش موجود معاك النهارده، كان لازم كل اللي انا عملته ده تعمله انت بايديك. يا ترى كنت هتعرف؟ كنت هحاول. لا، مفيش حاجة اسمها كنت هحاول. لازم تعرف. لازم تبقى ميكانيكي وكهربائي وتفهم في اللحام واللاسلكي والهندسة. لازم تعتمد على نفسك في كل حاجة. حظي حلو انك معايا يا جاكوب. لا، أنا النهاردة معاك يا عالم، بكرة هكون فين؟ وبعدين لو احتجت أي حاجة اسألني، ما تتكسفش. رايح على فين؟ هروح عشان انام لي شويه واسيبك عشان تنام انت كمان، وتقدر تقوم بكره الصبح بدري وتروح المزرعه. ما يصحش نسيب الستات بتوعنا هناك كده من غير راجل، مش كده ولا ايه؟ طب هنتقابل امتى؟ ما تقلقش، هنتقابل. شالوم. شالوم. أفرايم، أفرايم، أفرايم! ايوه نعم، في ايه؟ إيه اللي أنت عامله ده؟ عامل ايه يا خواجه؟ نايم وسايب الدكان مفتوح عشان أي حد يدخل ياخد اللي هو عاوزه. إيه اللي معادك لحد دلوقتي؟
كنت مستنيك يا خواجه. ها؟ من امتى؟ ده انت بتيجي الساعة 10 وتقفل الدكان وتروح، اشمعنى يعني النهارده؟ اصل يعني النهارده اول الشهر يعني يا خواجه. لا النهارده مش اول الشهر يعني بكره اول الشهر. ما انا عارف يا خواجه، بس اصل يعني النهارده كنت عايز اروح بازازه كده وحته لحمه. حتة لحمة؟ هي رحيل موجودة في البيت؟ ايوه يا خواجه. طب امسك، دي ملهاش علاقة بالمرتب، ها؟ دي مني الرحيل. متشكر قوي يا خواجه، يرعاك الرب ويبارك لك. طب يلا روح واقفل الباب وراك. وانت مش مروح ولا ايه يا خواجه؟ لا انا هقعد شوية اراجع حسابات الاسبوع اللي فات. يلا لا تتأخر والرحيل تكون نامت. يلا. طيب يا خواجه، شالوم بقى. شالوم يا اخويا.